السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وحشتوني جدا. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. هنبتدي بالأهلي. الأهلي فاز واكتسح بدلون الأسباني أحد فرق القسم الثاني في أسبانيا 3-0 علي محمود وعطية عبد الله واحمد زيزو اللي سجلوا اهداف الاهلي في بدلون الاسباني. الاهلي وعمود عاملين روح قتاليه في اسبانيا، بيستعدوا للموسم الجديد بضرب نار. يلعبوا الكونفدراليه، يلعبوا افريقيا، يلعبوا السوبر المصري، يلعبوا كاس مصر، فيرجعوا لرزنامات الدوري المصري الممتاز وكل شيء. فعاملين روح قتاليه استعداد للموسم الجديد. الاهلي ما عاوزش يفوت اي بطوله، طلع بموسم كارثي بسبب يسترب بالكارثي الموسم اللي عدى. فالحسين عموته عملوا روح قتاليه، وان شاء الله الاهلي يرجع بضرب نار والزمالك يرجع بضرب نار وبيراميدز يرجع بضرب نار عشان يعملوا معسكر. بيراميدز بيعمل معسكر في تركيا والاهلي بيعمل معسكر في اسبانيا، يرجع كلهم ضرب نار ويرجعوا بما تحمله الكلمه من معنى كده مستعدين جيدا للموسم الجديد استعدادا للدوري المصري الممتاز. طب الزمالك أزمة إخوان ألفينا بيزيرا مهدد الزمالك بشكل كبير. إخوان ألفينا بيزيرا ما رضيش يرجع مصر، ليه؟ بإرادته إن عاوز مستحقات، عاوز فلوس، تمام؟ إخوان ألفينا بيزيرا قال فلوس رجوع، مفيش فلوس مفيش رجوع. فإخوان ألفينا بيزيرا مستمر في البرازيل وطلع أبوه قال ألفينا بيزيرا مش هيرجع، معقد الدنيا تماما. إخوان ألفينا بيزيرا أزمة حادة عاملها إخوان ألفينا بيزيرا، اللاعب البرازيلي المرعب، اللاعب الهداف، اللاعب المهاري، اللاعب افضل لاعب في الدوري المصري من احد فوز الزمالك بالدوري المصري السنه اللي عدت. كان من احد اسباب فوز الزمالك بالدوري السنه اللي عدت هو اخوان ألفينا بيزيرا. فاخوان ألفينا بيزيرا مش هيرجع مصر الا بمستحقاته، تبعت له مستحقاته، تبعت له تذاكر الطيران يا عمي هرجع لك القاهره، مش هتبعت له مستحقات، مش هتبعت له تذاكر الطيران، انا ديني قاعد وانا ليا الحق، هرفع قضيه في الفيفا، هترفع قضيه في الفيفا، هنشوف مين اللي هيكسب القضيه ان انا ليا مستحقات. والزمالك عمال يقف ايه؟ كفايه يا زمالك. الزمالك بس عنده أزمة طاحنة مالية طاحنة في 100 عقبة، أزمة مالية طاحنة في الزمالك. إذا الزمالك محل الأزمة إخوان ألفينا بيزيرا يبيع ويستفاد منه. فشباب الأهلي والإمارات بقى شيعت عرض أو بعتت عرض احتراف لنجم نادي الزمالك من شباب أهلي الإماراتي بقيمة 4 مليون دولار، والزمالك رفض هذا العرض، قال لا الزمالك 6 مليون دولار ومليون دولار حوافز ومش هيرجع القاهرة أو مصر إلا على نادي الزمالك. فشباب الاهلي والإمارات رفضت، فاخوان ألفينا بيزيرا زعل وقال ده هيبقى اكبر عرض في نادي الزمالك في تاريخ نادي الزمالك، ابقى شيء ادوني الموافقه واروح يا شباب الاهلي والإمارات. الزمالك رفض، الزمالك مضوا معه 3 سنين ولعب منهم سنه يا دوب اخوان ألفينا بيزيرا في عقده سنتين. فاخوان ألفينا بيزيرا مش من حقه ان يروح شباب الاهلي والإمارات الا بموافقه نادي الزمالك، فشباب الاهلي والإمارات وقفوا العرض وجمدوا المفاوضات. فاخوان ألفينا بيزيرا زعل وما رضيش يرجع القاهره. معتمد جمال رفض الحديث عن الازمه مع لاعيبه نادي الزمالك عشان ما يشوشهمش، عشان يلعبوا الموسم الجديد بضرب نار وكمان يستعدوا للموسم الجديد جيدا. فمعتمد جمال رفض الحديث عن الازمه عشان دون لازمه، اذا تحدث عن الازمه اللاعيبه هتبقى متوتره فمش هيعرفوا يستعدوا للموسم الجديد. فادي النقطه اللي معتمد جمال رفض الحديث عن هذا الازمه. طب شو ألفينا بيزيرا، اخوان ألفينا بيزيرا ليه ما رضيش يرجع مصر؟ قلنا عشان الفلوس. طب وشيكو باندا برضه عشان الفلوس. ده شيكو باندا قاعد في انجولا ويمكن بيعمل هناك مشاغب جدا زي ما كان بيعمل في نادي الزمالك مشاغب، وكمان مشاغب جدا شيكو باندا، وكان بيبهدل اوضه اللبس، كان عامل كل شيء. فيمكن هناك في انجولا مستعد شيكو باندا اللي يرفع قضيه على نادي الزمالك. اذا الزمالك بعت لشيكو باندا مبلغ من فلوسه او من مستحقات هيرجع شيكو باندا. اذا لم يبعت يبقى هيقعد شيكو باندا في انجولا ويقعد اخوان ألفينا بيزيرا في البرازيل، وعقبال ما يستنوا الانفراجه اللي في نادي الزمالك والازمه الماليه تتحل. والازمه الماليه في الزمالك مش هتتحل. الزمالك عنده قف كده تأديب، عنده قد تاني الكسندريا فريق اخوان ألفينا، يعني اخوان ألفينا عنده ازمه وفريقه عنده ازمه الكسندريا الاوكراني، وكمان عنده ازمه اتحاد طنجه وعبد الحميد معالي اللي ابتدى يحل الزمالك وقد اقترب من حلها، عنده ازمه ايت السويد عمر فرج اللي جه ما عملش حاجه. الزمالك عنده ازمات كتيره، الزمالك ما عرفش ينظم نفسه. الزمالك بعد ما مشى جون ادوارد اتدحضر بقى امسخ وامسخ من الاول. ف الزمالك كتر خيره، الزمالك عنده ازمات كتيره جدا، بس السبب اللي مخلي الزمالك كويس معتمد جمال.
معتمد جمال رغم الازمات كلها دي وكسب البلاستيك 3-0. كسب البلاستيك 3-0. مين؟ محمود بنتايج المرعب. محمود بنتايج افضل ظهير ايسر في الدوري المصري الممتاز. ما تقوليش مين ولا مين. افضل ظهير ايسر في الدوري المصري الممتاز هو محمود بنتايج. ليه؟ اداؤه ثابت، مستواه ثابت. فمعتمد جمال بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. معتمد جمال خلاص كسب البلاستيك مع فريق الزمالك 3-0. من هما اللي سجلوا الاهداف؟ محمود بنتايج وحسام اشرف وعدي الدباغ. عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني زي ما انت عاوز تقول عليه لاعب لداع بيلدغ الاجوان، لاعب مرعب، لاعب من منصف الفرص بيخلص، مهاجم مرعب، يستاهل فلوس، يستاهل مستحقات، يستاهل اي حاجه تدفع له عدي الدباغ. و باريس سان جيرمان فازت على استون فيلا 3-0 بعد استخالية ودوي. في 61 دول خلص المباراة 2-1. باريس سان جيرمان كسبت استون فيلا 2-1. لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان ما ناويش يجيبها لبره. كسب 2 دوري ابطال و2 سوبر اوروبي. افضل نادي في دوري ابطال اوروبا. كسب دوري ابطال اوروبا مرتين و2 دوري ابطال. باريس سان جيرمان عامله روح قتاليه جدا. والخيبه الحته اللي في دي ان كان بيلعب ملحق في الاثنين في دوري ابطال اوروبا ويكسب البطولتين. لويس انريكي مدرب كبير جدا. الاسباني لويس انريكي افضل مدرب في اوروبا حاليا بعد رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي. فهذا الكلام كله ما يدور. الحته الحلوه في دي ان حكم صومالي اللي بعده الفيفا وانفانتينيو من كاس العالم للانديه بسبب دونالد ترامب. فاتبعد من دوري ابطال اوروبا كاس العالم للمنتخبات ربنا لا يقطع رزقه ابدا. فخلته اليويفا حكم المباراه الكبيره بين السوبر الاوروبي بين باريس سان جيرمان واستون فيلا. فالحكم الصومالي عمل مباراة كويسة، عمل أداء جيد امبارح، وفازت باريس سان جيرمان على استون فيلا 2-1. احنا قلنا برضو أزمة الزمالك مستمرة. الزمالك عنده بصيص من الأمل إنه ممكن ياخد الدوري، وإذا خد دوري أبطال أفريقيا يبقى معجزة كروية. ليه ممكن ياخد الدوري؟ انه معتمد جمال مدرب مخضرم يا جماعه. خد الدوري مع الزمالك بعد يانيك فيريلا البرتغالي كان مضيع، البلجيكي كان مضيعهم خالص. يانيك فيريلا البلجيكي السنه اللي عدت كان مضيع الزمالك خالص. جه معتمد فاخد الدوري دون اي مشاكل. كان بيهدي اللعيبه، كان بيتعامل مع اللعيبه بشكل كويس جدا، كان بيقول للعيبه العبوا ما يهمكمش، كان بيعمل روح قتاليه في الزمالك، كان كمان بيعمل الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه بمعتمد جمال التاكتكس. كان عنده تاكتكس يا عم احلى من يانيك فيريلا البلجيكي. فالمعتمد جمال في الزمالك مستمر من الموسم اللي عدى. وفي الاهلي الحسين عموته عامل روح قتاليه في اسبانيا، كسب بدلونه 3-0 احد فرق القسم الثاني في اسبانيا. ف ان شاء الله موسم ضرب نار ان شاء الله الموسم الجديد 2026-2027. اكرم توفيق حط على الشاحن بنسبة 99%. اكرم توفيق اهلاوي بنسبة 99%. عصام سراج الدين طلع، عصام الدين سراج مدير التعاقدات في النادي الاهلي طلع وقال خلاص حط اكرم توفيق وحط لوجو وكده بيمهد لانضمام اكرم توفيق للنادي الاهلي. كمال القطري انهت التعاقد مع اكرم توفيق وفسخ تعاقده تمهيدا للانضمام لنادي الاهلي. اكرم توفيق لاعب كبير، اكرم توفيق لاعب نجم. الحسين عموده رفض اي لاعب محلي من الدوري المصري الممتاز مثل احمد طارق وطارق علاء ليقوم بحته ان الاهلي ما عندوش غير في الباك اليمين محمد هاني فقط. فرفض الحسين عموده اي تعاقد الاهلي مع اي لاعب اخر الا اكرم توفيق. ان اكرم توفيق لاعب نجم، اكرم توفيق من احد نجوم الاهلي السنه اللي قبل اللي عدت. فاكرم توفيق لعيب يستاهل الانضمام للاهلي والرجوع للاهلي. لعيب كبير، لعيب كمان راجل في الملعب. هو اللعيبه كلها رجاله طبعا بس هو راجل في الحته دي. الثرو بتاعه كويس، الكوانتر اتاك كويس، بيقطع الكرات حتى هيموت هيقطع الكوره، بيعمل تاكلينج بشكل كبير جدا. فاكرم توفيق يستاهل الرجوع للاهلي والانضمام والعوده والانتقال لنادي الاهلي احد اكبر فريق في افريقيا ونادي القرن الحقيقي. الزمالك برضو عنده فرحه في الزمالك شويه، يعني الزمالك عنده امل ولو بريق من الامل في الزمالك. هو شبابه نجومه
الزمالك مشى بعض الشباب ومفضلين بعض الشباب والنجوم والناشئين في نادي الزمالك، هيعملوا موسم ان شاء الله مرعب لنادي الزمالك ويفوزوا. والزمالك اساسا خد الدوري 2020 2021 مع بيزوالدو فيريرا البرتغالي البروسفير، خد الدوري بالناشئين. و2021 22 2021 21 22 برضه اخد الدوري بالناشئين. و2025 26 الدوري السنه اللي عدت اللي كان دوري للتاريخ، اخر لحظه الزمالك خد فيها الدوري بالطائره الهليكوبتر ونزلت وفي القاهره وكده، برضه اخدوا بعض الناشئين. فالزمالك متعود على الازمات، نادي الزمالك فريق كبير، الفريق الكبير يستحمل ازمات ويظهر في الاوقات الصعبه. نادي الزمالك هنشوف السنه اللي عدت اول مباراه مع الاتحاد الاسكندري، والثاني مباراه ان شاء الله مع البنك الاهلي اول مباراه مع الشرقيه انبي، وبيراميدز اول مباراه مع الغزل المحله. ونشوف فرق كبيره ان شاء الله، مفيش فريق صغير في الدوري المصري الممتاز، كلها فرق مرعبه. ابو كال الاسمده مرعبه، بترول الاصيل مرعب. الاهلي والحسين عمود اما لا يكسبوا كسب بدلانا 3-0، كسب النصر 5-1، واما لا يكسبوا والحسين عمود ما اتعادلش ولا خسر مع الاهلي بتاع المجيء في المباراه الوديه. والمباراه الوديه المباراه الوديه لا تقليلا له من المباراه الرسميه، يعني المباراه الوديه استعدادا فقط للمباراه الرسميه، وليس مباراه تقول ان المباراه دي حسين عمود عمل مباراه حلوه. تقول حسين عمود عمل مباراه حلوه، بس ما تدلش ولا تمت بالواقع في بالمباريات الرسميه. المباريات الرسميه طابع اخر خالص. المباراه الوديه بيلعب الفريق ايوه هنلعب وممكن نكسب نخسر، دي مباراه وديه. اما الرسميه هيلعبوا براح قتاليه، بيلعبوا بنار جدا، هيلعبوا يطلع كل ما عندهم. ليه؟ لان يحصل على 3 نقاط او نقطه واحده على الاقل من النادي الاهلي. فالمباراه الرسميه لا تدل عنها بالمباراه الوديه. المباراه الوديه مباراه اخرى، والمباراه الرسميه مباراه اخرى خالص. المباراه الوديه حماده، والمباراه الرسميه حماده ثانيه خالص. ادينا بنقول من دلوقتي مش هتلاقي الاهلي بيكسب 3-0 وكده، فريق الاهلي كبير. احنا عارفين كل، بس ما يقولش ان المباراه الوديه زي المباراه الرسميه. طب الاهلي لو كسب برشلونه، لا ده برشلونه حاجه ثانيه خالص. اذا الاهلي فاز على برشلونه نرفع لعمود القبعه ان الاهلي اذا فاز على برشلونه ما حدش يقول مباراه وديه، ان برشلونه هتلعب على كاس اخوان غمبر، واول فريق عربي وافريقي يلعب على المباراه كاس اخوان غمبر مع برشلونه يوم 19/8 الساعة 9 مساء ان شاء الله. المباراة لحد دلوقتي في طريقها للإذاعة وفي طريقها مش هتتذاع. المباراة لحد دلوقتي من البنات لا تتذاع لما تتذاعش. الزمالك كسب البلاستيك 3-0، قلنا محمود بنتاي وحسام اشرف وعدي الدباغ اللداع. عدي الدباغ من احد البريك اللي بيدي الزمالك امل في الموسم الجديد، من احد المهاجمين المرعبين. وكمان الاهلي يرفض اي نجم اخر ياتي الفريق، ويرفض اعاره اي نجم اخر، ويرفض رحيل اي نجم. الاهلي يرفض اي حاجه باي حاجه استعداد الموسم الجديد. الاهلي من قيمه 4 ايام او يومين كلم رسميا، يعني مفاوضات بالشفهيه رسميه مع جوردن مينديز بيلعب في فريق فرنسي من احد فرق الدرجه الثانيه الفرنسي. كلمه لاعب عنده 22 سنه، لاعب مخضرم، لاعب دبابه بدل اليوديانج الدبابه اللي راح فالنسيا. فاللاعب وافق على الانضمام للاهلي، بس فريقه رفع المفاوضات وعلى المفاوضات شويه. اللاعب عنده 22 سنه وفريقه طلب 2.5 مليون دولار، الاهلي رفض. الاهلي اخر ما هيدفع 2 مليون دولار، واللاعب خلاص جمد المفاوضات مع الاهلي ومع الفريق الفرنسي بخصوص جوردن مينديز. واي حد يقول لك انه جوردن مينديز يحترم الاهلي، يقول له لا، ان جوردن مينديز خلاص الباب الانتقالات الصيفيه في الدوري المصري الممتاز قريبه من الجف، فالاهلي مش هيقدر يتعاقد مع جوردن مينديز. عبد الله السعيد الكبير النجم لاعب الزمالك المحترم، عنده 43 سنه، عامل للزمالك ازمه برضه، عامل مستحقات الزمالك تمهيدا لانضمام عبد الله السعيد والرجوع لنادي الزمالك واستعداد الموسم الجديد وانتظام في تدريبات الزمالك الجماعيه. الزمالك بيلم فلوس عبد الله السعيد عشان يديها له استعدادا للموسم الجديد وما يعملش ازمه عبد الله السعيد ويرجع. وفي فريق اخر ما هم مقسمين فريقين، نادي الزمالك
نادي الزمالك الاعضاء بتوعه مقسومين فريقين، فريق راضي بعبد الله السعيد يرجع الزمالك من احد ركائز الزمالك الاساسيه في المركز ده في خط الوسط، وعشان الزمالك ما عندوش فريق وما عندوش لعيبه فيرجع عبد الله، وفريق اخر بيقول لا عبد الله نفسخ عقده، فالفريق اللي بيقول يرجع عبد الله عاوز يلم الفلوس يديها لعبد الله ويرجع، الفريق الاخر يقول نفسخ عقده وخلاص ونخلص القصه دي بدل ازمه عبد الله. فلحد دلوقتي ما حدش عارف هيحصل ايه. احمد حسام ميدو قال يفسخ عبد الله عقده، واحمد حسام ميدو قال كمان مفيش حد يقول شيكوباندا يرجع عادي، لو شيكوباندا ما رجعش احنا عاوزين شغال 2000 بديرة من احد فوز الزمالك بالدوري السنه اللي عدت ومن احد افضل لعيبه في الدوري المصري الممتاز، احنا ما عاوزينش اي حد خرفان 2000 بديرة. وعدم العوده شيكوباندا، وعدم العوده زي ما قلنا شيكوباندا ما رضيش يعود زي اخوان 2000 بديرة. واخر خبر معانا اليوم احمد نذير بن ابو علي هدف الاهلي سابقا، هدف الاهلي اللي كان الاهلي هيتعاقد معه سابقا خلاص يقترب من بيراميدز لتعويض رحيل فيستون مايلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.